الملك محمد السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي جلالة الملك، أبدأ كلمتي هذه بتوجيه أسمى آيات التحية والتقدير لشخصكم الكريم، آملا أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم في صحة جيدة، وأن يحفظكم الله ويرعاكم. إن الشعب المغربي الذي يكن لك حبا كبيرا وتقديرا عميقا يتمنى لكم الشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة مهامكم النبيلة. سيدي، إن حبنا لكم يتجاوز الكلمات، فهو نابع من قلوبنا التي تشتاق لرؤيتكم في أحسن حال. لكنني أود أن ألفت انتباهكم إلى معاناة الشعب المغربي في هذه الفترة الصعبة. إننا نشعر بوطأة الطغيان السياسي الذي يفرضه بعض المسؤولين مثل حكومة أخنوش ووهب على المواطنين الذين يعانون من الفقر والحرمان. لقد عرف عنكم، سيدي، حرصكم الدائم على رفاهية الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية. لكن في ظل الظروف الحالية، يواجه العديد من المغاربة صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. إن صوت الشعب يجب أن يسمع، وآمالهم في التغيير يجب أن تحقق. إننا نؤمن بأنكم، بفضل حكمتكم ورؤيتكم الثاقبة، ستكونون قادرين على توجيه الأمور نحو الأفضل. نحن بحاجة إلى قيادتكم الحكيمة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولخلق بيئة من الشفافية والمساءلة. إننا نعيش في زمن يتطلب منا جميعا، كأبناء لهذا الوطن، أن نتكاتف ونتعاون من أجل تحقيق العدالة والكرامة لجميع المواطنين. لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتفشي البطالة، وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية للمواطنين تتدهور. إن هذا الوضع يثير قلقنا جميعا، فالشعب الذي لطالما كان وفيا ومخلصا لوطنه يحتاج إلى دعم ورعاية من قيادته. نأمل أن تكون هناك خطوات ملموسة لتلبية احتياجات الشعب المغربي، والعمل على تحسين ظروف حياته اليومية. نحن نؤمن بأنكم دائما تسعون لتحقيق الخير لهذا الوطن، ونتطلع إلى رؤية خطوات إيجابية تعيد الأمل إلى قلوب المواطنين. سيدي، إن قلوبنا معكم، ونسأل الله أن يحفظكم ويعينكم على تحمل هذه الأمانة الكبيرة. إننا نؤمن بأنكم ستبذلون قصارى جهدكم لتحقيق العدالة والمساواة، وأنكم ستسعون إلى تحسين حياة كل مغربي ومغربية. في الختام، أرجو أن تصل هذه الرسالة إلى مسامعكم، وأن تعبر عن مشاعر الكثيرين الذين يتمنون لكم دوام الصحة والعافية، ويأملون في غد أفضل للمغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.